ده مارد، يعني ممكن يعمل فينا اي حاجه، ممكن يأذينا بسهوله. انا خايف من عقابه يا بابا، خايف من عقابه، خايف اكتر من عقاب ربنا، خايف اكتر من عقاب ربنا يا بابا. غمضت عيني كنت بصرخ، كنت عايز اي حد ينجدني. انا ماليش في الحاجات دي اصلا. في شوية أفعال هتعملها في الحمام بشكل معين. حمام؟ وليه وعشان ايه؟ انت عايز مني ايه؟ ودخلت الحمام وعملت اللي هو طلب مني، وكنت بعيط لان عارف انه حرام وعارف انه من الكبائر ان استحمى بلبن هو في عكس اتجاه القبله، ده غير الحاجات التانيه اللي ما ينفعش تتقال. زيارة المقابر مهمة بالنسبة لينا كلنا، لأن كل واحد عنده حد عزيز عليه بيموت بيضطر يزوره. لكن زيارة المقابر بالليل شيء مختلف وفيه مجازفة، وبالذات لو كان في مرد المقابر صلهوب. تفتكروا عمل معايا ايه لما دفنت جارنا بالليل، وازاي خلاني اذي اهلي بدون قصد؟ اللي مش هيكمل القصة هيفوتوا كتير. النهارده في عظمة، كل حاجة كانت كل حاجة كانت ماشية في حياتي كويس، لحد ما في يوم الباب كان بيخبط بجنون. انا قلت ايه ده؟ يا اما شرطة يا اما حد جاي يتخانق. وانا بجري عشان افتح الباب سمعت صوت زي ما يكون في مصيبة. قلت سلم يا رب. لقيت هي اختي بتفتح باب الأوضة بتاعتها وتقول لي هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل يا هاني؟ هو مين اللي على الباب؟ انا خايفة. قلت لها مش عارف. اهدي بس هنشوف مين. بفتح الباب لقيت نادية جارتي بتعيط وبتقول لي الحقني يا هاني بابا مات. قلت لها انت بتقولي ايه يا نادية؟ الشيخ مجدي. وبسرعه ناديت بابا وماما وخدت هي باختي ورحنا على هناك. ولما شفته لقيته مرمي على الارض، عينه كانت مبرقه وشفايفه زرقاء وما كانش بيتحرك، وما كنتش عارف اتصرف ازاي. نفسه قطع قدامي وكل ده وكل اللي حواليا كانوا بيصوتوا، ما كنتش عارف اعمل ايه. وببص لقيت ابويا مسك ايد الشيخ مجدي وبيرفعها وبيسيبها وما كانش بينطق، كانت بتترمي بدون اي رد فعل. وقلت له يا بابا انا هنزل اجيب دكتور، انا مش مرتاح. ابويا قال لي اهدى يا هاني، هجيبه منين دلوقتي؟ الساعة 12 بالليل. وقلت له انا هنزل اجيب الصيدلي اللي تحت البيت، انا هتصرف. وقلت لنادية ما تخافيش يا نادية، ان شاء الله خير، غمة وهتعدي. وانا خارج ببص في عين ابويا لقيته بيهز دماغه وزي ما يكون بيقول لي مفيش فايدة، الراجل مات. بصيت على ابويا وقلت برضه هنزل اجيب الصيدلي، انا عايز اطمن. والصيدلي جه واكد كلام والدي، والخبر كان مصيبة. وفي لحظة الشقة اتملت ناس، وكل اهل الشيخ مجدي جم. واهل الشيخ مجدي اقرروا انهم يدفنوا بالليل. ووالدي قال لهم الصباح رباح، خلوا الدفنه في النور احسن. قالوا له يا حاج اكرموا الميت دفنه وهندفنه دلوقتي. والدي قال لهم انتوا حرين، بس لو هتدفنوا يلا بينا دلوقتي. ومن لهفتي لبست الشبشب عشان الحق الدفنه معاهم. قصدي انتوا مش عارفين الشيخ مجدي ده كان مربيني وكان طيب قوي. وفعلا رحنا كلنا المقابر بتاعته، الجيران والناس اللي في الشارع وقرايبه، ولقيت اغلبيه الناس اللي واقفه عايزه تنزل المقبره عشان تدفنه. وانا بيني وبينكم ما نزلتش حاجه زي كده قبل كده، بس نزلت عشان خاطر الشيخ مجدي. وتحت كان فيه 3 اوض وكان فيه حشرات في كل حته، عناكب ودود وصراصير وحشرات. وكنت خايف جدا، المنظر كان مرعب بجد. نهايه الانسان مؤلمه جدا، كفايه يكون لوحدك تحت. المهم سمعت حد بيقول عايزين رمله عشان احطها تحت راس عم مجدي. وانا فتحت كشاف الموبايل ودخلت اوضه من الاوض، لقيت جثه زي ما يكون كانت لسه مدفونه، عشان لقيت كفن مليان زي ما يكون في حد لسه بلحمه. لكن الغريب حسيت انه بيتحرك، اتخضيت وصرخت. وانا برجع بظهري دوست على حاجه زي شوكه في الارض، حطيت ايدي على شعري وصرخت جامد قوي. اتعورت، ما كنتش عارف دوست على ايه. وفي ثواني ما سمعت الصوت لاي حاجه، كاني كنت لوحدي في المكان. وبعد لحظات كل حاجه رجعت طبيعيه تاني. وفي 2 جم الاوضه اللي انا كنت فيها، قالوا لي مالك بتصرخ ليه؟ ايه اللي حصل؟ قلت لهم مفيش حاجه، اتعورت بس. وواحد منهم قال لي خلي بالك يا عم مش وقتك، احنا بندفن، يعني من الاخر مش ناقصاك. المهم اتلهيت مع الناس لحد ما جرنا الدفن، وكلنا ودعنا الشيخ مجدي وروحنا. ولما روحت البيت كنت بعرج طبعا من اللي دوست عليه. ولما كنا في البيت ماما قالت لي هاني انا بجد مستجدعاك، ما سبتش اهل الشيخ مجدي لوحديهم. وقلت لها يا ماما ده واجب عليا، ده الشيخ مجدي مربيني. قالت لي عارفه يا هاني، المهم دلوقتي خش استحمى من تراب المدافن وبص بقى على رجلك دي شوف حصل لها ايه. وفعلا دخلت استحمى وببص على الجرح لقيت فيه دم، بس الدم لونه اسود، ما كانش دم طبيعي. واستغربت وقلت دلوقتي اسهل حاجه اعملها اخد حقن التيتانوس لحسن اتسمم ولا حاجه. ومن كتر الهمدان قلت هريح على السرير شويه، ومسكت الموبايل وبقيت اتفرج على التيك توك.
لكن الغريب كل الفيديوهات اللي جايه لي عن السحر والشياطين والمقابر. واستغربت جدا وقلت ايه ده؟ هو التيك توك عرف ان انا كنت في المقابر؟ وفجأة النور قطع وحسيت بحركة حواليا. قلت هو في ايه؟ يا بابا يا ماما هو في حد موجود معايا هنا؟ النور رجع تاني ولقيت ابويا وامي واقفين قدامي واتخضيت وقلت لهم ايه اللي صار ده؟ انت ايه اللي بتعملوه ده؟ لكن النور قطع تاني وحسيت بنفس الحركة والنور جه بعد كام ثانية، لكن ما لقيتش حد معايا في الأوضة. وقعدت 5 دقايق مصدوم وقلت لا، ما انا لو شغلت دماغي في الحاجات دي مش هخلص. وقمت ولعت النور وانا ركبي بتخبط في بعضيها من الخوف، ورجعت على السرير وقلت انا هنام، انا هنام وبكره استحمى. ومن اللي حصل نسيت وجع رجلي، ولما صحيت شميت ريحه وحشه، قلت ايه العرق ده؟ هخش استحمى. ولما دخلت الحمام وببص في المرايه لقيت نفسي مستحمي، شعري متسرح ومغير هدومي، ورجليا مفيش اي وجع فيها. رجعت اوضتي وقعدت على كرسي وببص على الجرح، ما لقيتش فيه جرح اصلا. اتصدمت واستغربت وناديت امي، ماما ماما. قالت لي هاني في ايه؟ بتزعق ليه على الصبح؟ قلت لها بقول لك ايه، مش امبارح كان في جرح في رجلي؟ قالت لي يا ابني والله نسيت اسالك عنه، حقك عليا، عملت فيه ايه؟ وقلت لها ماما رجليا مفيش فيها اي جرح. قالت لي ازاي يا هاني بس؟ انت امبارح كنت بتشتكي منها. وقلت لها غير الشكوى انت شفتيها؟ قالت لي ايوه شفتها. هي راحت فين؟ قلت لها ما اعرفش يا ماما، ما هو ده اللي هيجنني. قالت لي بقول لك ايه، ما تكبرش الامور، تليك دوست على طوبه ولا حاجه وافتكرته جرح. وزي ما قلت لكم قبل كده مش هحط في دماغي، لان لو حطيت في دماغي هتروش. وببص لقيت تليفوني بيرن، لقيته صالح صاحبي. انتيم ما تيجي ننزل انا زهقان. يا عم عيني، عايز تروح فين؟ هو في غيرها؟ القهوه طبعا. خلاص هقابلك هناك بعد نص ساعه. وفعلا اتقابلنا على القهوه ولقيت صالح بيقول لي بقول لك ايه، انا عازمك النهارده اطلب ما تتمناه. وقلت له يا عم اتمنى ايه، هي كوبايه القهوه كالعاده. وصالح نادى على القهوجي وقال له عم كرم اعمل 2 قهوه بتوعنا. وعم كرم قال له عيني 10 دقايق ويكونوا عندك. وصالح قال لي مالك شكلك كده قاضي يا هاني مش مظبوط. وقلت له بصراحه يا صالح حصل معايا حاجات غريبه من امبارح للنهارده. وشربنا انا وهو القهوه وحكيت له على كل حاجه. قال لي ده انت حكايتك حكايه هنونه، استنى اخش الحمام وارجع لك. وفعلا صالح دخل الحمام، لكن الغريب لما بصيت في فنجان صالح لقيت نفسي عارف اقراه. قدرت اقرا الرسومات واعرف ايه معناها، وقدرت اعرف معلومات حصلت له. وقلت ازاي قدرت اشوف الفنجان بتاعه؟ صالح جه من الحمام لاني ماسك الفنجان بتاعه. قال لي ايه يا عم هاني قدامي طريق سفر؟ وقلت له صالح انتوا كلتوا سمك يوم التلات؟ قال لي نعم يا اخويا. سمك؟ انت عرفت منين؟ وقلت له طب ابوك ضاع منه 350 جنيه عند البقال لما كان بيجيب العشاء. هنا صالح تنح وعينه برقت. قال لي هاني انت عرفت الحاجات دي منين؟ رد عليا، ايه اللي حصل لك؟ بقيت تشوف ازاي؟ قلت له اهدى بس، رد عليا الاول، الكلام ده حصل ولا لا؟ قال لي ايوه الكلام ده حصل. قول عرفت الحاجات دي ازاي يا هاني؟ قلت له ما اعرفش، انا اصلا بيحصل لي حاجات غريبه من امبارح، ما انا قايل لك يا اخي. قال لي طب قول لي شايف ايه كمان في الفنجان؟ وقلت له شايف كل حاجه حصلت لك شفتها. قال لي ازاي وامتى قدرت تعمل كده؟ لقيته مسكني من ايدي وشدني جامد ووداني عند الحب بتاع القهوه، وقال لي فناجيل كتيره قدامك اهي، خد اي فنجان وقول لي شفت فيه حاجه ولا لا. وقلت له صالح انت شكلك اتجننت، انا عايز اروح يا صالح. كنت خايف قوي، ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل لي او ايه اللي هيحصل لي. قال لي امسك بقول لك، وخد فنجان من الحوض واداهولي. وعم كرم القهوجي قال له ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ كده كوبايتها هتتكسر. صالح قال له اصبر يا عم كرم ابوس ايدك، اسكت دلوقتي. وفعلا خدت الفنجان منه وبصيت جواه، ولكن لقيت حاجه غريبه. لقيت صاحب الفنجان عامل جريمه قتل. اترعبت من صاحب الفنجان وكان اسمه عاصي، وكنت خايف اتكلم او اقول اي حاجه. صالح قال لي بقول لك في ايه؟ شفت ايه دلوقتي؟ بصيت حواليا في القهوه كلها وقلت يا عاصي، لكن مفيش حد في القهوه رد. صالح قال لي مالك وشك جاب الوان كده ليه؟ ما تقول لي في ايه يا هاني؟ ولما بصيت في الفنجان تاني شفت ملامح عاصي، شفت وشه لكن ما كانش موجود في القهوه. وفجاه الفنجان طق وكسر، وعم كرم قال هو ده اللي عامل حسابه، قلت لكم في حاجه هتتكسر. وطلعت من القهوه وما كنتش قادر اخد نفسي، ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل. وصالح جه ورايا وقال لي بقول لك ايه، هتقول لي دلوقتي عرفت كل الحاجات دي ازاي؟ قلت له يا صالح بالله عليك انا تعبان قوي، سيبني اروح.
قال لي مش هسيبك الا لما تقول لي على السر. ايه اللي بيحصل بالظبط يا هاني؟ وقلت له سر؟ سر ايه بس؟ اذا كنت انا مش فاهم حاجه. قال لي فكك، مش هسيبك الا لما تقول لي بيحصل ايه. انت ملبوس ولا بتحضر جن؟ وقلت له صالح، انا لو صاحبك بحق وحقيقي سيبني امشي يا عم انت. قال لي ماشي، هسيبك تروح بس مش هحلك الا لما تقول لي فيه ايه. وروحت البيت وقلت ايه ده؟ انا عرفت كل التفاصيل دي ازاي؟ وازاي قدرت اشوف الفنجان؟ والموضوع اللي كان شاغلني قوي عاصي اللي قتل البنت. كنت خايف منه قوي، ومن كتر الصداع قلت انا هنام اريح شويه بقى. وحلمت ان انا ماشي طريق طويل ما كانش ليه نهايه، طريق كان ضيق قوي. فجاه طلعت لي قطه سودة، كان شكلها مرعب جدا لان حجمها كان في حجم الكلب. ومن الخوف حاولت اهرب منها، لكن جريت ورايا وعضتني مكان الجرح اللي كان موجود في المقابر. ولما وقعت على الطريق لقيت القطه بتتكلم. دلوقتي ممكن نتواصل بشكل ميسر. وقلت لها ايه ده؟ قطه بتتكلم؟ انت بتتكلمي ازاي؟ مش مهم، المهم انك لازم تفهم انك اكتسبت قدرات رهيبه وفوق طاقتك. وقلت لها قطه بتتكلم وكمان في حجم كلب؟ هو انا فين؟ انا عايز افهم ايه اللي بيحصل دلوقتي. هتفهم بعدين. وهي بتتكلم رقبتها طولت ولفت حواليا زي التعبان. قلت لها انت بتعملي كده ليه؟ وليه افهم بعدين؟ وليه حاسس ان انا مش في حلم قادر افكر واتحكم في نفسي؟ اوعي تكوني السبب في ان انا اشوف الفنجان. السبب الاول جرحك في المقابر. وانا اتجرحت في ايه؟ اتجرحت في ضفري. ما تسالش انا مين، هتعرف بعدين. المهم انك لازم تتاكد اني بحب لك الخير. وقلت لها خير ايه بس؟ انت مين؟ انا عايز امشي من هنا. في حد ما بتحبوش هيجي لك البيت عشان يأذي اهلك، وانا الوحيد اللي اقدر اساعدك. وفجأة صحيت من الكابوس وكنت بصرخ من الخوف، ولقيت قدامي القطة بنفس حجم الكلب كانت قدامي على السرير. غمضت عيني كنت بصرخ، كنت عايز اي حد ينجدني. وفي ثانية اختفت وكل حاجة رجعت طبيعية في اوضتي. وقلت ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا طول حياتي في حالي ماليش دعوة بالكلام ده خالص. لقيت امي فتحت الباب ودخلت، قالت لي هاني مالك؟ بتصرخ ليه؟ في ايه يا ابني؟ قلت لها مفيش حاجة يا ماما، كابوس يا ماما. قالت لي طيب يا ابني اهدى بس اهدى، هجيب لك ميه. وقلت لها ماما مش عايز حاجه، سيبيني دلوقتي سيبيني. وطول اليوم كنت بفكر في اللي حصل لي واللي حلمت بيه. وتاني يوم الصبح امي جت صحتني وقالت لي هاني اصحى يلا، بقول لك ما تروحش في حته النهارده، اختك جاي لها عريس. قلت لها ايه ده؟ هبه جاي لها عريس؟ ده يبقى عندها 18 سنه يا ماما. يا عم انا كبيرة مش صغيرة، هو انت زعلان ليه؟ وانت بقى فرحانه ومبسوطه ها؟ كبرتي يا هبه كبرتي. ماما قالت لي كبرت وبقت عروسه، بالك متغاظ ليه يا ولا؟ وكلنا ضحكنا. وجت الساعه 6 والضيوف جم ومنهم العريس. اول ما شفته حسيت اني اعرفه، ولما مد ايده عشان اسلم عليه لقيته هو عاصي. قال لي انت هاني اخوها مش كده؟ شبهها قوي يا هاني. وهنا اتصدمت واتهزيت وقلت ايه ده؟ قلت انا جاي اعمل ايه في بيتنا؟ جاي يأذي مين؟ ولما ربطت الاحداث عرفت ان القطه كانت بتحذرني من عاصي هو اللي هيأذينا. وعاصي قال لي سرحان في ايه يا عم هاني؟ دخلني الاول بس استريح واسرح بعد كده براحتك. سبته ودخلت وانا مصدوم، وقلت لو قلت لامي او ابويا ما حدش هيصدقني، هيقولوا عليا مجنون. وقعد معانا شرب القهوه، وفجاه طلب انه يخش الحمام، وفعلا دخل. وفي الوقت ده استغليت الفرصه وخدت الفنجان بتاعه وبصيت عليه، لقيته عاصي وجاي على شر. دخلت الاوضه بتاعتي جري، ما كنتش عارف اعمل ايه، ما كنتش عارف احمي اهلي ازاي. ولما عاصي طلع من الحمام قال لهم استاذن انا بقى، شفت العروسه والعروسه شافتني واستنى ردكم. وانا كنت جوه الاوضه بضرب كف على كف، مش عارف اعمل ايه، انقذ اهلي ازاي منه. قعدت على السرير بتاعي وقرفصت وكنت بعيط، ما كنتش عارف اعمل ايه. هنا لقيت القطه السوداء ظهرت تاني. انا ممكن احميك زي ما قلت لك، افتكر كلامي، انا جاي عشان اساعدك. وقلت لها انت عايزه مني ايه؟ انا عارف واثق انك ايوه انا مارد، مش جاي اذيك، انا جاي اساعدك والايام هتثبت لك. قلت له تساعدني؟ هو في مارد بيساعد حد؟ انا هساعدك في بعد عاصي عن اختك وابعد عنكم الشر. وهتعمل كده ليه؟ مفيش جن بيساعد بشر الا بمقابل. صح كلامك، قصرت المسافه ما بيننا وانا اساعدك بمقابل. مقابل ايه؟ ومين قالك ان انا محتاج مساعدتك اصلا؟ عاصي بيختار بيانات معينه عشان يقتلهم ياخد اعضائهم، لانه تاجر اعضاء. ولو كلامك صح بيختارهم على اساس ايه؟ على اساس انه ليه صديق شغال في معمل تحاليل، واي شخص بيروح عنده بيعمل تحاليل بياخد دم زياده، بيعملوا تحاليل زياده بدون علم، وبيعرف وظائف اعضاء جسمه كلها
وعلى اساس كده دكتور التحليل بيقول ان الضحيه دي اعضائها ممتازه او لا. اختك كانت هناك عملت تحاليل من شهر بالظبط. هنا تنحت لان كلامه كان صح. هبه كانت عامله تحاليل من شهر بالظبط، وقلت له انت بتقول ايه؟ تاجر اعضاء وعايز يقتل اختي؟ طب استنى بس، لو انت هتساعدها ازاي؟ ابوس ايدك قول لي. حذر العاصي على هيئتي، كل ما يشوف اختك وبكده هيبعد عنكم. بس انت كل اللي عليك هتعمله انك هتعمل خلطه من الاعشاب وشربها لاختك بدون علمها، واول ما تشرب منها هشوفها على هيئتي، وانا ادلك على الطريق واسماء الحاجه ومنين تجيبها. عايزك دلوقتي تخرج من الاوضه وتخش الحمام وتعمل بول على الحيطه. عايزك تركز الحمام كله وسيب الباب مفتوح واقفل النور وما تسالش ليه. ومن خوفي على اختي سمعت كلامه ونفذت اللي قاله بالحرف، وما كنتش عارف اللي عملته ده صح ولا غلط. اتعامل مع الجن عشان انقذ اختي ولا اسيبها على الله؟ لكن انا ايماني كان ضعيف ومشيت ورا الجن. ولما طلعت الصاله لقيت عاصي قافل الباب، كان لسه خارج. وعشان اتاكد من كلام الجن سالت بابا هو شغال ايه. قال لي ده جراح قد الدنيا، اختك هتتجوز طبيب يا هاني. هبه قالت له طبيب يا بابا؟ اسم دكتور. ولما عرفت انه دكتور جراح زي ما قال الجن صدقته اكتر وقلت اكيد هيساعدني. وفعلا نزلت جبت الاعشاب زي ما دلني بالظبط، وهبه شربتها لما حطيتها لها في العصير بتاعها. وبالليل واحنا بنتعشى قلت لها هبه عايز اقول لك على حاجه، انت لسه قدامك العمر طويل، انت لسه صغيره، مش لازم عاصي ده يعني، اكيد في 1000 حد تاني. انت ايه اللي مضايقك؟ عشان هو احسن منك ودكتور يعني؟ لا والله ابدا، الموضوع مش كده خالص. انا اعرف مصلحتك فين. اسمعي اللي بقول لك عليه. بابا قال لي مالكش دعوه، القرار قرارها، ما تتدخلش. وبعد اسبوع جه عاصي، ولما هبه خرجت له بقى يصوت ويصرخ بطريقه هستيريه زي ما يكون شاف جن. وهنا اتاكدت ان المرض ساعدني وقدر يبعد عاصي عن اختي. بابا قال له انت بتزعل ليه وبتصرخ ليه؟ انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ وعاصي كان في حته تانيه من كتر الخوف والصريخ اللي هو كان فيه. وهبه قالت لبابا بابا ده مش طبيعي، ما توافقش يا بابا، انا خايفه منه ما توافقش. وعاصي مشي. وهنا اتبسطت جدا ودخلت اوضتي وقلت الحمد لله، من النهارده مفيش حد هيقدر يأذي اهلي. لكن لقيت القط الاسود ظهر تاني او المارد. جه وقت رد المعروف بالمعروف. تقصد ايه؟ انت فاهم كويس ولا فكرت تلعب بيا؟ انت بتعرفش انا ممكن اعمل ايه؟ لا وعلى ايه؟ انت ممكن تعوز مني ايه يعني؟ كتير؟ انت ليك طلب واحد بس. هوب من خدام ملوك الجن السفليين ومحدش بيأمرني. صلهوب وخدام؟ يا عم ابعد عني، انا ماليش في الحاجات دي اصلا. في شويه افعال هتعملها في الحمام بشكل معين. حمام؟ وليه وعشان ايه؟ انت عايز مني ايه؟ هتعمل سحر لجيرانك. جيراني مين؟ انهي جيران؟ اهل الشيخ مجدي. مين؟ وليه؟ الناس دي كويسه اصلا معانا. زي ما نفذت لك طلبك هتنفذ لي طلبي، وده امر. وهنا وشه كان بيطول، ملامحه كلها ما كانتش مفهومه، كل حته فيه كانت بتطلع نار، كان مخيف قوي. قلت له حاضر اللي انت عايزه هعمله. ودخلت الحمام وعملت اللي هو طلب مني، وكنت بعيط لان عارف انه حرام وعارف انه من الكبائر ان يستحمى بلبن وهو في عكس اتجاه القبله، ده غير الحاجات التانيه اللي ما ينفعش تتقال. لكن عملت كل ده من خوفي لاني ما اعرفش رد فعله ايه، وطلب اجيب حاجه من قطرهم، ضفر، شعر، هدوم، صوره، اي حاجه. وقال لي اقرا الطلاسم اللي هتظهر بشكل معين وظروف معينه، وخلاني اكتب كلام بالعربي بالشقلوب على ورقه بيضه، وقال لي عور نفسك ونازل الدم عليها. وما قدرتش اقول لا، كنت خايف. اي حد مكاني كان هيعمل كده، كان هيخاف زيي. وقال لي احط القطر والورقه دي في لبن، ولازم اهل الشيخ مجدي يشربوا اللبن ده غير انه قال لي احط شويه سم في اللبن. وانا ما كنتش عارف اعمل ايه، بس عملت زي ما هو قال لي. انا ما اعرفش رد فعله ايه، وبدات اتكلم معاه وبقيت اقول له ما تصعبهاش عليا، هعملها ازاي دي؟ هشرب اللبن ده ازاي؟ اتصرف. وتاني يوم بالليل الساعه 12 قلت لها يا ماما ما تعملي لاهل عم مجدي كيكه. قالت لي كيكه؟ يا ابني عيب عليك، الراجل لسه ميت، دي حتى عيبه. قلت لها ماما ايه المشكله؟ ما الناس كلها بتاكل، ايه اللي دخل الاكل في الموت؟ قولي لي بس محتاجه ايه واجيبه لك من تحت. قالت لي لا يا ابني ما ينفعش، كيكه ايه وبتاع ايه يا ابني، والله ما ينفع. قلت لها يا ماما عشان خاطري نفرحهم شويه، الناس جوه حزانه. ماشي يا هاني، انا عندي البيض والبيكنج باودر، عايزه بس لبن من تحت. قلت لها حاضر،
انا هجيب لك اللبن واجي لك مسافه السكه يا ماما. وطبعا نزلت تحت وجبت اللبن اللي كان قايل لي عليه الجن، اللي قريت عليه الطلاسم وحطيت فيه السم والقطر بتاعهم، وقلت لها خد يا ماما اللبن اهو، اعملي بقى كيكه انا مستنيكي. وفعلا امي عملت الكيكه، واول ما خلصت قلت لها ماما اخد بقى كيكه اوديها لاهل عم مجدي. قالت لي يا ابني الساعه 1 بالليل، جيراننا تلت اديها لهم دلوقتي. يا صباح رباح يا هاني. قلت لها يا ماما ايه المشكله؟ ما اديها لهم دلوقتي يعني، هي الناس كلها بتنام بدري؟ قالت لي يا ابني عيب ما عندهمش راجل، خلاص الصبح قلت لها خلاص يا ماما كلامك صح، الصبح اودي لهم الكيكه. ودخلت اوضتي وفضلت قاعد ما جاليش نوم، كان كل همي اخلص من صلهوب. لكن الساعه 3 الفجر سمعت حد بيكح وكان في صوت. طلعت من الاوضه لقيت الصوت جاي من الحمام، ببص لقيت ابويا وامي واختي بيرجعوا دم وبيكحوا، وما كنتش فاهم فيه ايه. شكيت، جريت على المطبخ ببص على كيكه لقيتها متاكل منها، الكيكه اللي كان فيها سم. رجعت جاري على الحمام وقلت لها ماما ايه اللي حصل؟ ايه اللي اكلكم الكيكه؟ يا ابني على الساعه 2 ابوك قال هات اي حاجه ناكلها. جبت كيكه واكلنا منها كلنا وتعبنا وقعدنا نرجع دم. ويا هاني في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي موجود جوه الكيكه؟ وقلت لها ما تخافيش يا ماما انا هجيب لكم حقكم. ونزلت جاري على المقابر وكنت بزعق هناك وبقول صلهوب صلهوب. ساعتها ظهر صلهوب على هيئه قطه لكن في جسم كلب. قلت له انت عملت كده ليه في اهلي؟ ليه اذيت اهلي؟ معارضة المارد صلهوب ليها عقاب، وعقاب كبير. ده مش اتفقنا؟ احنا ما اتفقناش على كده، قلنا حاجه مقابل حاجه. دلوقتي خدت عقابين، عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. وببص الناحيه التانيه لقيت طيف على شكل الشيخ مجدي. قال لي هاني انت سبت دنيتك واخرتك، عملت كده ليه؟ ساعدت صلوب ليه؟ وقلت له كنت خايف على اهلي. الشيخ مجدي قال لي حتى لو كنت خايف على اهلك ما كانش ينفع تعمل حاجه غلط. انا كنت خايف لا يأذيني او يأذي حد من اهلي. لازم يكون ايمانك قوي زي بالظبط. انا ما خفتش من صلهوب وحرقت ابنه لانه كان بيأذي في الناس، وهو ده السبب اللي عايز ينتقم مني عشانه. انا حرقت ابن صلهوب لانه كان بيأذي في الناس، وهو ده السبب اللي خلاه يستعين بيك عشان يأذي اهلي. وطول ما كان ايماني قوي ما كانش بيقدر عليا. وفجأة عم مجدي وصلهوب اختفوا. فضلت 5 دقايق مش عارف اعمل ايه، تايه. وافتكرت اهلي وقلت اروح الحقهم. ولسه بلف لقيت ابويا في وشي وكان الدم نازل من بقه. وانا ما كنتش عارف ده ابويا ولا مش ابويا، قصدي خلاص الستاره اتشالت من عليا. قال لي هاني عملت كده ليه؟ اتعاونت مع الجن ليه؟ قال لي مش عيب عليك تعمل سحر لاهل عمك مجدي. وقلت له ايه ده؟ انت عرفت منين يا بابا؟ عرفت منين؟ قال لي من ساعه ما رجعت من دفنه الشيخ مجدي وانت مش طبيعي، مع وجود الشعر الابيض على راسك من ورا على شكل الكف، واللي انت ما حسيتش بوجوده، والتعويره اللي اختفت من ساعتها. وكنت عارف ان فيك حاجه مش طبيعيه. انا مراقبك ومراقب قوي وعرفت كل حاجه، وما توقعتش انك تاذي اهل عمك مجدي. وعشان اتاكد كلت كيكه انا وامك واختك، وفعلا طلع كل كلامي صح. والحمد لله انا كنت حاطط سم بكميه قليله، والا كلنا كنا متنا. بقيت اشد في شعري جامد عشان اتاكد من كلام ابويا، وفعلا لقيت في شعري شعر ابيض. وهنا افتكرت ان حطيت ايدي على راسي لما انجرحت في مقبره عم الشيخ مجدي. وهنا عيطت من الخوف وقلت له يا بابا امشي دلوقتي، يلا بينا نروح، صلهوب مش سهل يا بابا. قلت له ده مش جن عادي، ده مارد، يعني ممكن يعمل فينا اي حاجه، ممكن يأذينا بسهوله. انا خايف من عقابه يا بابا، خايف من عقابه، خايف اكتر من عقاب ربنا، خايف اكتر من عقاب ربنا يا بابا. قال لي لا اله الا الله، ما تخافش يا ابني انا جنبك، يلا بينا نمشي من هنا. قلت له بسرعه يا بابا والنبي بسرعه، انا خايف يا بابا. قال لي يا ابني ما تخافش من حاجه، الجن ملوش عليك سلطان، ربنا بس وحده هو اللي يقدر يزيك ويقدر ينجيك. وجرينا انا وبابا على العربيه عشان نركبها، وكنا بنبص في كل حته من الخوف. وفجاه ظهر القط الاسود، ظهر صلهوب قدامي وكان بيبتسم. بصيت عليه باستغراب وزي ما يكون الزمن وقف، وسمعت صوت عربيه بتفرمل، وكان الصوت عالي جدا، وسمعت صوت خبطه عاليه قوي. ببص لقيت ابويا طاير في الهواء واترزع على الاسفلت، والدم نازل من عينه ومن بقه. ابويا كان مبرق من الخوف. هنا جريت على المقابر وقلت صلوب. انا كتبت حكايتي وبعتها للاستاذ هاني حسنين، كتبتها من مستشفى امراض عقليه خاصه، ومش لازم اذكر اسمها، وبتمنى تصدقوني انا مش مجنون، انا بس مستغرب لان الدكتور بيقول لي في واحد اسمه عاصي دايما بيزورك، وانا لما بشوفه بيجي لي هستيريا وما بهداش.
تفتكروا ده عاصي فعلا ولا صلهوب؟ المهم انكم تصدقوني وتحسوا بيا. بتمنى ما حدش يزور المقابر بالليل. القصه حصلت وممكن تحصل لاي حد بصرف النظر عن مصداقيه الروايه، فيا ريت ما حدش يروح المقابر بالليل تحت اي ظرف، ولو في حد مات يدفن الصبح. الرجوله مش وجودك في الهلاك او تحط نفسك في مصايب. خليك واثق انك مش لوحدك هتتاذي. بتاسف على التاخير في القصص، وده سببه اني بكون تيم، والحمد لله بعد مقابلات كتيره جدا عشان اكون تيم انا برضو لسه لوحدي. وان شاء الله هرجع زي الاول واحسن. وبتمنى المظهر الجديد بتاع الفيديو يكون عجبكم. عايز اشوف كومنتات عليه وحش او حلو. وطبعا كل الناس ما تنساش الشير واللايك. استنوني جايب قصص اقوى.